بصوا يا جماعة، اللي قدامكم ده حرامي بيسرق مواتير المية من البيوت. اي حد يا جماعة تلاقيه لابس كاب كده واخد كده راحته وبيتمشى ولابس شبشب زيكو معفن في رجله ماشي، تعرف ان ده حرامي على طول. بصوا يا جماعة، طبعا عامل نفسه هو فعلا بيتكلم في التليفون، في حد بيكلمه واقف في اول الشارع بيراقب له الدنيا، هو عمال يبص فوق اهوت ويأمن الدنيا ماشي. فهيدخل دلوقتي البيت اهو اللي في وشه علشان يسرق منه الموتور بتاع المية. بصوا يا جماعة اللي هيحصل ايه، وطبعا متصور والدنيا جميلة وان شاء الله هيتجاب يعني بإذن الله. اهو دخل جوه المكان بتاع المواتير، مواتير المية، صوت المواتير حتى طالع اهوت وشغال جميل جدا ما شاء الله. طبعا هو بيتكلم في التليفون مع حد بيراقب له الدنيا بره، هو جوه العمارة بقى هيسمع مين طالع مين نازل. اهو حط التليفون جنبه وبينقي بقى، بيشوف ايه احسن موتور بقى يعرف يسرقه بقى. اهو عينه على الموتور اللي تحت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. شير يا جماعة والله عشان الواد ده يتجاب، عشان يبقى عبرة لغيره. اهو كده اطمن ان مفيش حد طالع ولا نازل ولا في صوت. هيسحب الموتور ونقى احسن موتور ما شاء الله. اهو طلع الموتور من مكانه، هيطلع يبص بصة بقى. اخد الموتور وكسر المواسير. إلهي يا اخي، كنت تتكهرب وانت بتطلع الموتور يا اخي. والتوك توك اللي راكن ده بتاعه يعني الولا جاي واخد حريته طالع، بص كأنه عادي مفيش اي حاجة خالص. هو متصور من 3 زوايا. هو برضه منقي شارع برضه فاضي مفيهوش حد لا رايح ولا جاي، والرجل فيه طبعا خفيفة. ممكن يكون الكلام ده الصبح بدري برضه والناس نايمة، يوم جمعة كده. حمل الموتور وخد بعضه بالتوك توك وهيروح يبيعه ب200-300 جنيه عشان خاطر يجيب له سجارتين ولا يجيب له اي هباب على دماغه. منك لله يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. شير يا جماعة.